السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا بعض المشتريات اللي انا اشتريتها من محل اولاد نزار. ايه هي المشتريات اللي انا جبتها؟ جبت مجموعة من المشتريات من المعادن، جبت حاجات يعني شوية بقر سلاسل، وجبت شوية من مستلزمات الدبوس. اول حاجة انا جبت المعادن، يعني انا جبت مستلزمات الدبوس من فرع اولاد نزار. فرع تاني بيبقى فيه مستلزمات الدبابيس وحاجات من البلاستيك وقطع زي كده، واللي هو الشاسيه بتاع الدبوس. وفي محل تاني اولاد نزار فرع تاني جبت منه المعادن. اول حاجه انا جبت البقره دي، بقره الاكسبريس دي. جبت البقره على بعضها كده من عند اولاد نزار، فرع من فروع اولاد نزار. دي البقره دي عامله 65 جنيه طبعا. يعني المتر فيها هي 9 متر، وقال دي 9 متر. المتر فيها اقل من 7 جنيه طبعا. احنا لو جبناها قطايف نجيبها اغلى من كده. وجبت مجموعه من الاكياس برضو ان احنا ممكن نعملها دبوس، يعني قطع بلاستيك كده زي اللي هو الشكل ده كده. دي قطع بلاستيك ممكن ان احنا نستخدمها في ان احنا نلزقها دبوس. جبت الشكل ده برضو، ده الشكل برضو ده اللي هو اللون الاوف وايت. جبت الاسود اللي انا قلت لكم واللون الاوف وايت ده. جبت اللون اللي هو برضو ينفع ان احنا نعمله دبوس، اللي هو الابيض جنجان ده. الابيض جنجان. سعر الكيس ده عامل تقريبا 90. والكيس التاني عامل 75. تمام. جبت برضو الكيس ده اللي هو اللولي، اللي هو نص لولي كده. ده ان احنا ممكن نستخدمه برضو ان احنا نحطه على فلونكة او في الدبوس اللي هو الفلونكة، او ان احنا ممكن نستخدمه في التوكة. الكيس ده عامل 65. وجبت برضو الشاسيه الدبوس اللي هو الصغير. الكيس عامل 90. جبت كيس من هبط الحلق، لقيته بصراحة في الكيس موفر. يعني الكيسة دي عاملة 250، فيها 1000 قطعة. برضو حلو موفر، احسن من نجيبه، يعني من نجيبه قطعي بيبقى اغلى من كده بكتير. تمام. فجبت الكيسة دي من اولاد نزار، كل المشتريات دي من اولاد نزار. الكيسة دي عاملة 250. جبت كيسة ستوبر، الكيسة دي عاملة 120. دي كيسة ستور برضو بتبقى اوفر من ان احنا نجيب ب5 جنيه وب10 جنيه، بيبقوا حبة. يعني مفيش اصلا بقى، يعني اقل حاجة ب10 بيبقى حاجة بسيطة خالص، ما بتنفعش يعني. فاحنا يعني اوفر لنا ان احنا ممكن نجيب من الحاجات دي يعني اكياس. جبت كيس من الزرد اللي هو المقاس الصغير ده. تقريبا الكيسة دي عاملة 65. جبت برضو السلسلة اللي هي دي، حلوة برضو السلسلة دي، الحلقات بتاعتها صغيرة. عاملة السلسلة دي عاملة دي عاملة 250. السلسلة دي برضو يعني سلسلة حلقاتها صغيرة كده وشكلها حلو. لما تتعمل برضو السلسلة يبقى شكلها كويس. جبت برضو السلسلة دي عاملة برضو 150. السلسلة الصغيرة دي عاملة 150. جبت الكيسة اللي هي بتاعت الطرابيش بتاعت السبحة دي، الكيلو منها عامل 200. هو حسب لي الكيسة ب95 بدل 100. فبرضه بيبقى فيها عدد كبير وان هي تقضي شغل كتير. ده نص كيلو، والكيلو عامل 200. جبت مجموعة من المعادن برضه، حابة اوريكم اشكال المعادن هناك حلوة جدا برضه عند اولاد نزار. جايب شغل جديد بمناسبة شهر رمضان. زي الفانوس ده كده، يعني بصراحة فكرة حلوة اوي الفانوس ده، مناسب لشهر رمضان. جبت مجموعة من المعادن برضو في أشكال جميلة هناك بصراحة بمناسبة شهر رمضان، زي شكل الفانوس ده كده مكتوب عليه رمضان كريم. شكله حلو قوي الفانوس ده، وان احنا ممكن نحطه دلاية، ممكن نعمله ميدالية، ممكن نعمله أشكال تانية كتير. تمام. يعني ممكن يدخل في أفكار كتيرة، يعني ممكن يكون في سلسلة أو ممكن يكون ميدالية. شكله حلو. ده بالنسبة اللي هو الشكل ده اللي هو فانوس رمضان مكتوب عليه رمضان كريم. ده برضو بمناسبة شهر رمضان. المعدن هناك عند اولاد نزار حلو برضو. هو تقريبا الكيلو عامل 380. هو يعني يعني هو المكتوب ان هو فيه 400، لكن هو حسبولي 380. وجبت الشكل ده برضو، شكل فرعوني كده، حلو برضو. ممكن نستخدمه برضو كدلاية او ممكن نستخدمه كميدالية، يعني ينفع برضو ان احنا نستخدمه ميدالية.
في برضو شكل تاني تبارك الله. يعني الشكل ده احنا كنا جايبينه قبل كده، او انا موريها لكم قبل كده، فانا قررت برضو لان انا بخلص الشغل. الشكل ده مكتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ده ممكن يكون غير تبارك الله. شكله برضو حلو وكويس، وبينفع ان احنا ممكن نعمله دلاية او ممكن نشغله في ميدالية. بيبقى شكله حلو برضو ان احنا ممكن نعمله سلسلة او ميدالية. في برضو شكل تاني اللي هو الشكل ده شكلين مع بعض كده. ده برضو ممكن نستخدمها دلاية، وفي الفتحات اللي تحت دي ممكن نعمل كريستال او ممكن نحط معادن صغيرة ونعملها دلاية لسلسلة. برضو شكلها كويس. وفي برضو شكل تاني اللي هو الشكل ده برضو حلو، ينفع دلاية وينفع ميدالية. حلو برضو الشكل ده. دي كلها اشكال جديدة برضو موجودة عند اولاد نزار. هناك برضو معادن مختلفة، اشكال مختلفة، وسعر المعدن برضو ب380. اسعاره حلوة برضو وعنده معادن مميزة. في برضو الشكل ده اللي هو شكل كده مثلث وفيه عين. برضو الشكل ده حلو برضو، لو احنا عملناه دلاية في سلسلة حلوة برضو. في برضو اشكال تانية زي الشكل اللي هو المفتاح. لقيت اشكال للمفتاح كتيرة موجودة هناك حلوة برضو، زي الشكل ده كده. ده شكل مفتاح. ده شكل مفتاح برضو، ممكن ان احنا نستخدمه في سلسلة بالشكل ده كده. ده شكل مفتاح برضو، شكله حلو جدا وشكله رقيق. احنا ممكن نستخدمه كدلاية او ممكن نحطه في حظاظة او ممكن ندخله في شغل تاني كتير. ده شكل المفتاح. وفي برضو اشكال تانية كتير برضو للمفتاح، لان طالع طبعا اللي هو اشكال المفاتيح دي طالعه ترند، فهو في اشكال كتير. ده الشكل ده مفتاح معاه القفل بتاعه، هو يعني محطوط مع بعضه كده. ده القفل وبيبقى معاه المفتاح بتاعه. يعني احنا ممكن نحطهم في دلاية مع بعض كده، يعني نحطهم في سلسلة دورين او حاجة، يبقى ده القفل وده المفتاح بتاعه. لا هما الاتنين مع بعض كده بنستخدمهم مع بعض. ده برضو بعض المعادن الموجودة عند اولاد نزار. في برضو شكل تاني برضو للمفتاح. يعني انا جبت برضو مجموعة اشكال للمفتاح، لان المفتاح والقفل طالع موضة او طالع ترند. ده شكل تاني. ده شكل المفتاح. ده مختلف عن اللي انا قلت لكم من شوية. برضو شكل تاني ممكن ان احنا نستخدمه برضو في دلاية، او ممكن نستخدمه في انسيال، او ممكن نستخدمه في اي حاجة. يعني هو ينفع ان احنا نستخدمه كدلاية، او ممكن نستخدمه في انسيال او في حظاظة. شكله حلو جدا ومميز. لان طبعا المعادن اللي بتبقى عند اولاد نزار بتبقى معادن مستوردة مش مصري، فبتبقى خامتها حلوة واشكالها حلوة جدا. في كمان شكل برضو من الحتة واللي هو شكل التعبان ده برضو شكل مختلف عن اشكال التعبان والقصعة اللي احنا برضو جبناها ووريتها لكم. ده شكل تاني برضو جايبها من عنده، شكل مختلف اللي هو التعبان او الافعى. في برضو شكل صغير كده ممكن نستخدمه في دلاية، او ممكن نستخدمه في شاشة السبحة، او في اي كوليه. ممكن نستخدمه في كوليه. ده اللي هو شكل كده عامل زي ما يكون يعني شرشوبة او حاجة كده، ينفع كشرشوبة للسبحة او ينفع في دلاية بالشكل ده، او ممكن نحطه في انسيال، او ممكن نحطه في حظاظة. برضو شكله حلو. جبت مجموعة الفواصل دي برضو اللي هي شكل الوردة اللي انا كنت وريتها لكم قبل كده، ان احنا ممكن نستخدمها في السبحة. ممكن نستخدم الشكل ده في السبحة، او ممكن نحط فاصل في اي شغل احنا عايزينه، سواء كان عقد او كوليه. ده الشكل بتاعه، شكل وردة كده. تمام. ده الشكل بتاعه اللي هو شكل وردة. فاحنا ممكن نستخدمه في عقد، او ممكن نستخدمه كفواصل في السبحة، ان احنا بنحط الاتنين دول كشكل وردة كده، وما بينهم القطع الالماظ، فبيبقى شكله حلو جدا. ده شكل مختلف لقيته عند اولاد نزار، فحبيت اجيب منه برضو.
لان طبعا اولاد نزار بيبقى عنده تشكيله تانية وانواع تانية. ده بالنسبه للاسعار اللي هو المعدن. المعادن عامله 380، والسلسله دي انا جايباها ب 250 من عنده. برضو هي عامله زي ما تكون شبه الاستانلس بالظبط، اللي هي الحلقات بتاعتها صغيره. يعني اوريها لكم برضو اهي. السلسله بتبقى يعني هي شكلها حلو برضو. السلسله دي شكلها حلو، احنا ممكن نستخدمها برضو كشكل، لان في بنات بيحبوا الشكل الصغير ده. وهي طلبت مني السلسله دي اللي هي بتبقى صغيره او فتحاتها صغيره خالص كده شبه السلسله الاستانلس. جبت البقره دي منه ب 250 بصراحه، يعني هي بصراحه شكلها حلو جدا. تمام. وجبت كمان البقره دي. البقره دي برضو عامله، هوريها لكم برضو ان انا يعني فتحتها فحبيت برضو اوريها لكم. البقره دي عامله 150 برضو، بستخدمها في شرشوطة السبحة او ممكن استخدمها كسلسلة دور واحد. برضو حلوة برضو البقر ديت. السلسلة دي يعني بصراحة كل ما بتخلص عندي بكررها. دي جايبها من عند اولاد نزار ب 150. وجايبه برضو وريتكم بقى طبعا الستوبر ب 120. وجبت اللي هو الزرد الصغير ده عامل 65. وجبت اللي هو هوك الحلقة اللي انا قلت لكم فيه 1000 قطعة ده عامل 250. طبعا غير حاجات بقى مستلزمات الدبوس جايباها من اولاد نزار فرع تاني اللي مستلزمات الدبابيس والحاجات دي. جايبه منه كيسه الدبوس دي عامله 90 جنيه عنده. جايبه بعض الحاجات اللي وريتها لكم في الاول خالص اللي احنا ممكن نستخدمها في الدبوس، اللي هي قطع البلاستيك دي. الكيس عامل 90. ده اللي هو الابيض جنجاه. وده اللي هو اللون الاسود. اللون الاسود دون برضو عامل 90. وجبت اللون اللي هو الاوفايت برضو وريتهولكم في الاول. اللون الاوفايت ده عامل اقل منهم في السعر، عامل 75. وفي كمان اللي هو الشكل ده لقيته برضو حلو وموفر، احسن ما نجيبه قطاعي. ممكن نستخدمه في توكه، او ممكن نستخدمه في اللي هو الدبوس الستان الفلونكه. ممكن نلزقه عليه برضو. الكيسه دي كلها كده عامله 65 برضو، حلوه وموفره، تعمل معانا شغل كتير. وهي بصراحه موفره جدا، احسن ما نجيب ب5 جنيه و10 جنيه ويعني ما بيعملوش شغل. لكن دول هتقعد معانا مسافه كبيره وهتعمل معانا شغل كتير جدا. وريتكم بقى كمان الاسترس ده. الاسترس ده عامله 65 جنيه. وقلت لكم ان هي 9 متر، دي 9 متر عامله 65. طبعا انا كنت جايباها قبل كده موريها لكم قطاعي، كنت جايباها ب 8 جنيه وب 8 ونص. فطبعا احنا لو جبناها في البقره بتبقى اقل بكتير، تقريبا ب 7 جنيه او 7 وحاجات بسيطه. فطبعا اوفر لنا، هنوفر في عدد الامتار اللي احنا هنجيبها اكتر من جنيه او جنيه ونص في المتر الواحد. تمام. فالحاجه طبعا لما احنا نجيبها جملة او كمية بتبقى موفرة كتير عن ما نجيبها قطاعي، بتعمل معانا شغل كتير. فدي بعض المشتريات اللي انا اشتريتها من اولاد نزار. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو، ويا رب تكون المشتريات الجديده عجبتكم. وطبعا يعني احنا كل ما نجيب الحاجه كميه او نجيب الحاجه اكتر اكياس هتبقى موفره معانا كتير عن ما نجيبها قطاعي، وهتعمل معانا شغل كتير، وهتفضل عندنا مسافه، وهيبقى مكسبنا فيها حلو، لان احنا جايبينها بسعر قليل. احسن من نجيب الحاجه قطاعي، فبتبقى طبعا مكسبنا فيها اقل، او ما نعرفش نوصل الى اقل سعر. عشان كده لو احنا مثلا جبنا الكيسه بتاعت ممكن الحلق ده بالشكل ده 250، بيبقى في سعرها يعني مختلف تماما عن لو احنا جبنا بالقطعه، او هو عدلنا كده مثلا الاتنين بجنيه او الاتنين بجنيه ونص. نلاقي مثلا الكيسه دي 250 ممكن هو يبيعها لنا ب 500 او ب 600 كمان، لان هو طبعا شغل القطاعي هو كمان لازم يكسب، فبيبقى المكسب بتاعه بيبقى الضعف، لان هو ده شغل القطاعي. لكن لو احنا جبنا الكيسه جمله بتبقى اقل بكتير، وبتوفر معانا، وبتبقى مكسبنا فيها او نقدر ان احنا ننزل بسعرها لتجار الجمله، ونقدر نسلم الشغل بتاعنا ارخص لتجار الجمله. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو. ولو استفدتوا من الفيديو واول مره تتفرجوا على القناه، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.